انت شباب كلك، انت كلك هكا متوقده ما شاء الله عليك. هذا هو لايث وانا عاد بطبيعه الحال حالتي حليله. ها انت ما شاء الله 10 منك يفجروا تونس. وما لا نلعب تونس. شكون خرج؟ انا نحب اخلي تونس ستظل الدوله المدنيه في الشك يا ولدي، ما فيش نقاش. تبقى انا علاش يعني سمحت لنفسي باش ندخل بعد اذن محمد، لخاطر انا جيت يعني لبلادي توريست وكنشوف الاراء هذه بطبيعه الحال يعني يخليني الواحد هكا متحمس مره. يعني عيشوا جزء ظل الحداثه في الواقع ترتقيوا. اما الواحد يبدا يوهم في نفسه كيما انت هالظلميه هذه مثلا لابسه حجاب وماشي في بالها باش تدخل الجنه لانها غطات راسها. يا كيف مثلا واحد يحس بروحه لانه لابس ما غير هدوم ويحس بروحه حداثوي. وتونس هذاك علاش باركه؟ تونس هذاك علاش باركه؟ لانه مجرد نعم باركه. سامحني انا لا يعني ما عنديش لحيه فهمني. عاد علاش جبت انا المدام ففان يعطيها الصحه. خليني بعد اذنكم. لا هي ظلميه وهذه زاد ظلميه وهذاك ابو لحيه مقمل وعجبه ما عجبوش يمشي شكبيه. اما خليني اللهم ظلم باهي. اما خليني نكمل عاد يعني كلمتي بعد اذنكم. يا عاد انا مشيت اي لا الشعب مش يمشي. لا انا اكد لك الشعب مدام ففان الشعب يا مدام ففان. خلينا نكمل عاد. انا انت ما شاء الله عليك تقدميه وتعطيني انا الامكانيه باش نعطي رايي وانا جاي من برا. مش هكا عاد الطالبه هذه والشعب راه مش يزحف على كرش. مش حنش مش كان كرش تمشيه. فما حاجات اخرى تمشيه. هاي هذه مثلا لابسه حجاب وربما راكلات عليه العصا. ايش نعملوا له؟ هاي مش تزحف حاجتها عندها مبادئ اخرى قناعه. هكا انت مش عارف شنو وجهتك. ربما تكون قوميه ولا يعني ما شاء الله عليك يعني عبر اللسان حسك متوقده. شكلا ما نعرفش كيفاش باش نصنفك. كلام كل شيء ممكن. تونسيه حتى هذه مالا تونسيه. اما مش احنا نحكيو بالضبط لابسين كيما هكا 1950 و1800 لابسين كيما هكا. اما مش هكا. لا انا ما خاطر كان يعطيك الصحه. اما مادام اما خليني نتكلمك عاد انا ولا تفهم. انت قلت على قمل. القمل مش فلوس مش بانك. القمل هاك السيد هذاك لحيته قصيره وهذا يمكن فيها شويه قمل وهذا فيه السبال. هذا تحتها برغوث. يعني القمل ماهوش فلوس ماهوش بانك ماهوش عمله صعبه. اللي تحكي عليه انت هذاك البحث العلمي يجيبه. لانه انت كتشوف المجتمع المتخلف الكافر اللي انا عايش فيه حسب تصنيف الجماعه هذوما كافره المانيا هذه ما عندهم لا فوسفات ولا هم يحزنون. ما عندهم ولا فوسفات ولا بترول ولا نعاج ولا بقر ولا حتى شيء لانه الطبيعه قاسوا عليه. ولكن عندهم عباد عندهم طبيعه لو جات في تونس شهر ما يقعد فيها حتى واحد. ولكن لانهم عندهم عباد مبدع كل شيء. ايش كانت النتيجه؟ انهم يقودوا في العالم. فلما الواحد يحكي على الحداثه الانسان الحداثوي فعلا عمره ما يتلفظ بلسانه. والانسان المتدين عمره ما يتلفظ بالدين. والانسان القومي لازم يظهر لنا قومي احيانا قومي ما نفرقش بينه وبين نتنياهو في الشكل وهالمجر. هذاك اللي علاش البلاد تضيع. فانتم تاخوا على كلمه نتاع الابداع. هون وراك يعني محامي عمره كامل عداه في الماء وفي نهايه الامر حرم من اجل انه باش ينال حقه في المهنه. ايش دخل القمل واش دخل البرغوث واش دخل الجنه اللهم واش دخل الجحيم. يعني الجنه ما يدخلونها كان المبدعين اتاكد. يا الجنه لانه اذا كان انت تحكي على خايفه من البرغوث الجنه ما يدخلونها لان الجنه هي مطيه الدنيا. احنا مرحبا بالناس الكل. حبيت نقول اليوم بكل اختلافاتنا